السلام عليكم ورحمة الله. نهاركم مبروك، يومكم موفق إن شاء الله. إن شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير، تكونوا كامل بصحة جيدة. اليوم جيتكم محبوبة الجماهير في شهر رمضان، هي المقيرط. ما كاش اللي ما يحوش على المقيرط في رمضان، معسلات رمضانية. نتمنى تجربوها وتخلوا لي رايكم في التعليقات. لو تشوفوا يا البنات هذا المقيرط والوصفة نتاعو ما تزيديش تبدليها بأي وصفة. مقيرط يعني معسل حتى للقلب وبنين. نفوتوا لطريقة تاع التحضير وبالمقادير على بركة الله. عندي 1.5 كيلو تاع سميد، عندي حوالي 4 كيلو تاع فرينة، قرصة تاع الملح باش يجينا بنين. نخلطوا هكا الفرينة والسميد مع بعضهم. من بعد نزيدوا ملعقة كبيرة تاع السكر، حوالي يعني ملعقة كومبو معمرة مليح تاع السكر. ونحتاجو نص كيلو تاع السمن تكون دايبه وبارده. كما راكم تشوفوا هنا نحتاجو ملعقه تاع الزيت مغرف ولا زوج تاع الزيت، ما تزيدوش. نبسوها مليح 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 حتى نتاكدوا باللي كامل دخلوا مع بعضاهم. خليتهم يرتاحوا شويه، واحده نص ساعه ولا. وجيت هنا للتمر باش نخدموا التمر. كنت فورته ودرت له شويه قرفه، شويه تاع المارغرين ولا السمن، درت له شويه تاع الجنجله المحمص. درت هنا هكا نقطعو هكا، ومن بعد نبدا نديرو الروليه، نديرو على شكل حرابيش وتكون رقيقه كما راكم تشوفوا في الصوره توضحك. وهنا السوائل نحتاجو نص كيلو تاع السوائل. الكيلو اللي كاينه بها سميد نكيلو بها او السمن نكيلو بها الماء والمزهر. يعني نحتاجو نص كيلو، ما ديروهاش دفعه واحده، ديروها تدخلوها في السميد تاعكم بالرشه، ترشوا وتلموا، ترشوا وتلموا حتى تحصلوا القوام المطلوب. شوفوا هنا شوفوا هنا ما بقات حتى قطره من الكيلو، كملنا كامل السوائل. درك هنا نبدا في الخدمه تاع المقروط تاعي. هنا في شغل هكا نلم العجينه شويه، نديرها حربوش. من بعد نفتح العجينه، نحط الحربوش تاع التمر في الوسط، ومن بعد نبدا نحربش فيها كيما راكم تشوفوا رقيقه. كان اللي يديروه شويه كبير على هذا، بصح انا نبغيه هكا صغير، يعني يطيب لكم كي ديروه صغير، يطيب لكم الداخل ويتعسل لكم مليح مليح، خير من اللي ديروه يكون شويه خشين. حذاري حذاري يا البنات من السوائل، لازم تحترموا المقادير. دروك هنا نجيب كوبات، نبدا نقطع فيهم هكا بشكل متساوي. شوفوا انا ندير بعيني ميزاني، ما ندير لا يعني ما نقطعش بصبعتي، نقطع هكا غير بالعين برك.
دروك هنا ستفتهم كامل، ودروك نبدا نقلي فيهم في الزيت. تكون لازم كي تحطوهم في الزيت تحطوهم في الزيت غامقه، هي لازم يكون غامق المقيرط تاعكم. لازم النار ما تكون قليله قليله، ما تكون طالعه، لازم النار تكون شويه شويه تحت شويه فوق القليله يعني، ما تزيدولهاش باش يطيب لكم الداخل. وهنا هاولي شوفوا كيفاش خرج ما شاء الله. جربوه وخلوا لي رايكم في التعليقات. وشويه تفاعل، راني نشوف التفاعل راه قليل بزاف، والوصفات يعني البنات والله رائعه رائعه فوق الروعه. مع السلامه، دمتم في رعايه الله وحفظه.